لو عايز مكان جميل ورايق مليان قعدات جوها اخر طراوه، وحمام سباحه تبلبط فيه وتهرب من ارتفاع درجه الحراره، وكيدز اريا فيها جامبولين وحبه مراجيح وزحاليق مختاره، وشاليهات دي يوز على حمام السباحه على طول قعدته جباره، وكمان ملعب كوره تحجزه انت واصحابك وتوريهم المهاره، وفندق تقضي فيه ليلتين مش مجرد بس انك تيجي هنا زياره. كل الكلام والحاجات الجميله دي موجوده هنا في دار الاشاره. تعالوا نشوف كل حاجة مع بعض بالأسعار والتفاصيل كلها، يلا بينا. في البداية بس زي ما قال لكم طائر البطريق كده بالظبط، دي قناتكم ريفيوهات الرحلات اللي بتهتم بريفيوهات الفنادق والرحلات وأماكن الخروج في مصر بكل مميزاتها وعيوبها. فلو مهتم بالكلام ده ما تنساش دوس سبسكرايب جنب طائر البطريق اللي بيبص لك تحت ده، ويلا بينا نكمل الفيديو مع بعض. هنتكلم أول حاجة عن حمام السباحة ونعرف سعره والشاليهات اللي حواليه اللي ممكن تقضي فيها دي يوز ونعرف أسعارها برضو، وبعدين نشوف الكيدز اريا والمراجيح اللي موجودة هنا وسعرها وتفاصيلها، ونبص بصة سريعة عن المكان الجميل ده بتاع الفوتو سيشن اللي موجود هنا، وبعدين نشوف الكافيهات والقعدات الكتيرة اللي هنا اللي قعدتها رايقة ومريحة للأعصاب ومساحتها كبيرة ومتقسمة كل مجموعة بستايل مختلف عن التاني. وبرضه هقول لكم على فندق مون لايت اللي هنا ونعرف نظامه وسعر الغرفة فيه للمدنيين. تعالوا نشوف بقى الحاجات دي في السريع كده. خلينا نبدأ أول حاجة باللوكيشن. دار الإشارة موجود في مساكن المهندسين في مدينة نصر. المدخل بتاعه في شارع عمر بن الخطاب المتفرع من شارع الثورة دايركت. ممكن تدخل تركن العربية جوه عادي. أول ما بتدخل بتلاقي القاعة الذهبية على شمالك الخاصة بدار الإشارة هنا. بالنسبة لتيكت الباركنج بقى التيكت ب20 جنيه unlimited تايم، ودخول الفرد ب50 جنيه للمدنيين. وده البرايفت باركنج اهو، مساحته كويسه ويسع عربيات كتيره من هنا لحد المدخل. وعايز انوه لحاجه برضو، ممنوع دخول الاكل هنا عشان محدش يجيب معاه اكل، بس لو معاكم اطفال بيسمحوا انكم تجيبوا اكل لاطفال عادي مفيش مشكله. وعلى العموم الاسعار جوه رخيصه، انتوا عارفين اسعار الجيش بتبقى حنينه شويه مش اسعار سياحيه يعني. اول ما بتدخل بتلاقي في ملعب كوره كده على يمينك، النجيل بتاعه صناعي والارضيه بتاعته جميله زي ما حضراتكم شايفين كده، وفي صاله جيمانيزيوم هناك اهي برضو. وبالنسبه لايجار الساعه بقى بيبقى ب 250 جنيه في الساعه للمدنيين عادي مفيش اي مشكله. في برضه قاعة أفراح هنا أوبن إير، ديكوراتها جميلة جدا ومساحتها حلوة زي ما حضراتكم شايفين كده، ومكتب حجز القاعات موجود جنبها على طول لو حد حابب يعمل فرحه هنا يعني. بعد ما بتمشي شوية بقى بعد الملعب وقاعة الأفراح بتلاقي في ممر طويل كده بينزلك على حمام السباحة والشاليهات اللي حواليه. أدي حمام السباحة اللي تحت ده قدام حضراتكم، تعالوا ننزل بقى ونشوف التيكت بتاعه والتفاصيل بتاعته كلها. بالنسبة لمواعيد حمام السباحة بقى من الساعة 12 الظهر للساعة 3 العصر، والتيكت ب 60 جنيه للفرد لمدة ساعتين، يعني من 12 ل 3 دي ليك فيهم ساعتين، وساعات لو الدنيا فاضية بيمشوها ال3 ساعات كلها، بس الرسمي ساعتين زي ما قلت لحضراتكم. حمام السباحة مساحته جميلة ومتدرج العمق مقسوم طوله نصين، نص عمقه صغير للأطفال ونص عمقه كبير للناس اللي بتعرف تعوم. وفي شاليهات بتتأجر دي يوز اهي اللي قدام حضراتكم دي، بيبقى الدي يوز للشاليه كله بعدد 5 أفراد ب 600 جنيه من الساعة 10 الصبح للساعة 10 بالليل، بس برضه نفس سيستم مواعيد حمام السباحة. يعني انت ليك تنزل حمام السباحة من 12 ل 3 حتى لو مؤجر شاليه، وبقية الوقت بقى تقضيه في الدار عادي، أكل وكافيهات وكيدز اريا وكده يعني زي ما هوريلكم كل حاجة دلوقتي. في برضه قدامك هنا بار كده لو عايز تشرب او تاكل حاجه، واسعاره جميله، يعني المانجا الفريش مثلا ب 35 جنيه، الشيبسي ب 12 كده، يعني اسعار في اللذيذ بصراحه. تعالوا بقى نشوف بقيه المكان هنا بعيدا عن حمام السباحه. المكان هنا جميل جدا وفي اماكن كتير للقعاد والكافيهات حلوه قوي، وفي كيدز اريا كمان للاطفال جميله جدا هوريها لكم دلوقتي، اول حاجه نشوفها مع بعض. خلينا نشوف الكيدز اريا الاول وبعدين نرجع نشوف بقيه المكان تاني. الكيدز اريا هنا جميله جدا، والالعاب والمراجيح تحسها الوانها زاهيه كده ولسه جديده، مساحتها كويسه زي ما حضراتكم شايفين، وفيها العاب مناسبه لكل الاعمار، يعني فيها الحصان والفيل والميزان هم اللي قدامكم للاطفال الصغيره خالص. ودي بقيه المراجيح التانيه اهي، وهي موجوده جنب الكافيهات على طول زي ما حضراتكم شايفين كده، فممكن تقعدوا بره وهما بيتمرجحوا جنبكم وقدام عينيكم يعني. بالنسبة لسعرها التيكت ب10 جنيه وده الرسمي برضه، لكن اصلا محدش واقف عندها ومفتوحة فري عادي معظم الاوقات مفيش اي مشكلة. وادي هنا الزحاليق اهي كتيرة وجديدة كلها وشكلها جميل للاطفال، الوانها مبهجة جدا والستايل بتاعها حلو، وفي مسافة بين الالعاب مش لازقة في بعضها، فده بيدي براح وسيفتي اكتر للاطفال. واضح ان فيه اهتمام وصيانة دورية ليها فمتحافظ عليها بصراحة يعني. وفي هنا جامبولين اهو، مساحته كبيرة قوي برضه ومتقسم بشكل حلو كده عشان يسع عدد كبير من الاطفال. في جنب الكيدز اريا برضه فود كورت اهو، بس عنده حاجات خفيفه سناكس ومشروبات كده يعني، واسعاره رخيصه برضه. لكن لو عايز تطلب اكل بقى في مطعم تاني تيك اواي موجود جنب حمام السباحه تجيب منه الاكل اللي انت عايزه، هنشوفه كمان شويه. تعالوا نشوف موجود ايه تاني في المكان برضه، وبعدين نشوف الكافيهات والفندق بعد كده ونعرف اسعاره وتفاصيله. اللي قدام حضراتكم دي اريا كده للفوتو سيشن جميله جدا،
والاريا دي تبع دار الاشاره هنا مش تبع قاعات الافراح، يعني اللي عايز يعمل فوتو سيشن فيها بتبقى من خلال الدار هنا. وفيها حبه ديكورات متنوعه وجميله جدا زي ما واضح قدام حضراتكم كده، ممكن تاخدوا فيها حبه صور وشوتات حلوه قوي. في بقى هنا فندق مون لايت، هقول لكم على سعره دلوقتي، بس خلينا نشوف القعدات اللي موجوده هنا الاول. المكان هنا برضو في حبه قعدات متنوعه وقعداتها جميله جدا، في كل حته هتلاقي ستايل مختلف من القعدات منفصل بذاته. تعالوا نبص سريعا كده على معظم القعدات اللي هنا. في هنا مجموعه برجولات قعدتها حلوه في الظل وبعيده عن بعضها لانها عائليه شويه، فبيبقى فيها نوع من البرايفسي شويه، وحواليها جرين اريا لطيفه كده. وفي هنا مجموعة تانية بكراسي وترابيزات اورنج، هي عشان لو عايز تشرب او تاكل حاجة عليها، وبرضه بعيدة عن بعضها زي ما حضراتكم شايفين، مش ملزقين الكراسي جنب بعض لان المساحة كبيرة وتسمح بكده. بس طبعا في النهار قعدتها صعبة عشان الشمس، لكن بالليل بتبقى جميلة وهواها مفتوح. وفي نافورة لذيذة كده في نص المكان مديها منظر حلو وفيو جميل بالنسبة للكافيهات او الفندق من فوق. وفي هنا برضو كافيه بقى فيه كراسي وترابيزات في اريا لوحدها كده، وعلى فكرة انت ممكن تقعد هنا عادي جدا، يعني مش شرط انك تقعد تطلب حاجة من الكافيه، فبراحتك يعني. وده كافيه تاني اهو فوقيه شد كبيرة عشان الظل، وفي شاشات تلفزيون لو في ماتش او حاجة تيجي تتفرج هنا براحتك. فبصراحة المكان جميل، وفيه كذا اريا للقعدة سواء بالنهار او بالليل، وبالليل بالذات عشان المكان مفتوح بيبقى الهوا حلو قوي هنا، يرد الروح كده وينعنشك شوية في الحر اللي احنا فيه اليومين دول. والممرات كلها حواليها ورد جميل كده، وده الكافيه اللي قلت لكم عليه من شويه من قريب اهو اللي فيه تلفزيونات ده. وفي جنبه برده كافيه تاني تحت كده، كافيه اندور، والليفل بتاعه واطي اوطى من الليفل ده ومكيف عشان اللي حابب يقعد في التكييف. في قاعده اوت دور برده هي اللي قدام حضراتكم دي، وقاعده اندور في التكييف جوه اللي حابب يقعد في التكييف. وده هنا المطعم اللي قلت لكم عليه من شويه، بتطلب منه اكل تيك اواي في اي وقت، واسعاره جميله برده زي بقيه الاسعار اللي موجوده هنا. في بقى هنا فندق اسمه مون لايت، سعر الغرفة الدبل في الليلة ب 1600 جنيه انكلودد الفطار لو عايز تحجز فيه أي عدد من الليالي هنا. والفندق جميل جدا وهادي، والغرف اللي فيها تراس الفيو بتاعها الكافيهات والنافورة والكلام اللي شفناه كله من شوية ده. في عيب وحيد بس أنا شايفه هنا، إنك عشان تنزل أو تطلع من الليفل اللي فوق بتاع الكافيهات والباركنج للليفل بتاع حمام السباحة كله سلالم ما فيهوش رمبات، وده طبعا لو أطفال لسه صغيرين بيمشوا في الاسترولر بيبقى الموضوع رخم جدا على اهلهم في النزول والطلوع، بالاضافه لميعاد حمام السباحه انه 3 ساعات بس. بصفه عامه المكان رايق جدا وهادي ومريح للاعصاب، وفي اكتيفيتي مش بطاله تتعمل. حمام السباحه سعره معقول جدا ورخيص بالنسبه للاسعار بتاعت حمامات السباحه في كل حته، والشاليهات كمان سعرها جميل انها ب 600 جنيه بس. بالاضافه للكيدز اريا والمطاعم والكافيهات سعرها اقتصادي جدا برضه، وقعدتها رايقه وجميله سواء بالنهار او بالليل. وحلو برضو ان في فندق هنا لو عايز تقعد كام يوم، فدي حاجة كويسة يعني، مش مجرد انك تيجي تقضي دي يوز بس. وقاعات الافراح هنا حلوة برضو، ومكان الفوتو سيشن ديكوراته جميلة جدا ومبهجة. هو بس لو يمدوا مواعيد حمامات السباحة شوية يبقى زي الفل. ما تنساش بقى تدوس سبسكرايب على طائر البطريق اللي بيبص لك تحت ده عشان يوصل لك كل جديد في اماكن الفسح والخروج. وما تنسوش تشرفوني بلايك وبرأيكم في الكومنتات، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على خير.